ازيكم؟ طبعا ما فيش احلى من العصاير او المشروبات الطبيعيه. هنعمل النهارده عصير التمر هندي باسرار، وهقولك على تكات ازاي تطلعيه بنتيجه هايله وطعمه حلو جدا. معاكم اسماء. لو اول مره تشوفيني انزلي تحت واعملي لايك واشتركي في القناه. عندي هنا نص باكت من التمر هندي. بعد كده هتحطيه في بوله، وهنحط هنا نص كوبايه من الكركديه. الكركديه هنا بيعمل ميكس حلو جدا ما بين التمر والكركديه، بيبقى طعمه حلو جدا. هنحط عليه يمكن 3 كوبايات من الميه تكون مغليه معاكي، ميه سخنه. بعد كده طبعا هتسيبيه لمده ساعتين او ساعه كده لحد ما عصير التمر كده ينزل العصاره بتاعته بالشكل ده. بعد كده هنجيب هنا كزرولة، وهتجيبي كمان مصفى تكون ضيقه معاكي، وهتصفي طبعا العصير بتاعك كده كويس. تصفيه وتضغطي عليه كده وبالمعلقة كده لحد ما ينزل كمية العصير كلها. بعد كده طبعا الكمية الباقية دي هنزود عليها كمان شوية من المية السخنة، وهنصفيها كمان لحد ما تنزل كل العصارة بتاعتها. هتصفيها كده كويس، واهم حاجة زي ما اتفقنا لازم المصفى تكون ضيقة معاكي علشان تطلعي احلى عصير فريش حلو جدا. كده جهزت معانا. هنجيب هنا شفشة الخلاط، وهنحط العصير بتاعنا اللي احنا صفيناه، وبعد كده هنحط عليه السكر. طبعا السكر على حسب الرغبة. هنحط هنا كوباية من السكر. طبعا العصير ده يا جماعة مركز معانا، يعني هتزوديه لسه كمان. تضربيه كده كويس، وبعد كده طبعا هتصبيه في ازازة. بجد احلى عصير ممكن تعمليه، مركز وطعمه حلو جدا. لو حابين تحتفظي بيه في الفريزر هتحطيه في اكياس كده، وبعد كده تشيليه على طول في الفريزر. تطلعيه قبليه هيفك، وبعد كده تزوديه طبعا وتحطي له السكر، وتقدميه طبعا بألف هنا وشفا. بجد يا جماعة طعمه حلو جدا، يعني الكركديه هنا مع التمر عمل ميكس حلو جدا وطعم لذيذ قوي. جربوه وان شاء الله يعجبكم. بجد يعني احلى مشروب صحي ممكن تعمليه، احسن من اللي مشتريه من جاهز من بره. اتمنى الفيديو يكون استفدتم وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الاشتراك، وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك وكمان كواي والانستجرام باسم اسماء ابو الخير. اشوفكم على خير. يلا باي.